يبقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض اجدادي، أرضك صبحت حرة. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي، أرضك صبحت حرة. مورثنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء، مورثنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. مسيرة أمة وشعب ولاده وبناته، شيعرها سلم وحب والغادي سعداته. مسيرة أمة وشعب ولاده وبناته، شيعرها سلم وحب والغادي سعداته. الله 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 حاملين كتاب الله وطريقنا مستقيم، حاملين كتاب الله وطريقنا مستقيم. إخواننا في الصحراء يسالونا الرحيم. يا قصير الصحراء أبوابها مفتوحة، مسيرتنا الخضراء نتيجة مفتوحة. يا قصير الصحراء أبوابها مفتوحة، مسيرتنا الخضراء نتيجة مربوحة. فيها أمن وسلام، تاريخ مجد الوطن، لا حرب بلا سلاح، معجزات الزمان. فيها أمن وسلام، تاريخ مجد الوطن، لا حرب بلا سلاح، معجزات الزمان. الله 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 الله. الظاهر إما ظاهر تعيين أما ظاهر توقير، هذا الشيء معروف بدون استثناء. هذا عام في جميع القبائل وبالأخص في عدد الدول العلوية، كلهم الناس استفادوا من الظاهر. ظاهر تعيين قايد، قاضي، والي، نظير. الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة الدولية بلاهاي، وإن اعتبر برأي المختصين كالباب المفتوح على كل الاحتمالات والقراءات، فإنه لم ينفي ذلك الحق في وجود علاقات تاريخية للصحراء بسلاطين المغرب. ولعل هذا ما شكل الشرارة القانونية التي انتظرتها الرباط لإطلاق أول مسيرة سلمية نحو الصحراء، تبنت فيها علنا عمق الروابط الاجتماعية والإنسانية باتجاه من تعتبرهم رعاياها من الجنوب. مسيرة سلمية كانت الرباط تسعى من ورائها إلى تحقيق نصر سياسي أمام المنتظم الدولي والرأي العام الداخلي، رغم أن المسيرة لم تدخل فعلا إلى مدينة العيون التي كانت وقتها ترزح تحت جيش الجنرال فرانكو الذي كان يهيئ لحركات مناوئة للمغرب. لذلك خاطب العاهل المغربي الصحراويين المنشقين بضرورة العودة إلى الوطن الأم. إنني باسمي وباسم إخوانكم الذين هم في المسيرة أواعد الجميع وأعاهدهم على التناسي وعلى الصفح وعلى طي تلك الصفحات التي لم يكونوا مسؤولين عنها.